سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الهاشمي عن أهل السنة والجماعة فأجاب رحمه الله: أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليهم، هو مذهب الحق بلا جدال ولا نقاش، وكل يقول لك أنا مذهب أهل السنة والجماعة. الشيعة يقول لك احنا ثاني أهل السنة والجماعة. شوف كيف كل الطوائف، القاديانية، الباطنية، الإسماعيلية، أي طوائف منحرفة تقول أنا أهل السنة والجماعة. ولكن كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا سني، ولكن السنة معيش مش غير عقولنا. لذلك يا إخواني الكرام هذا سؤال في العقيدة مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. السمع الله يرضى عليكم. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال اليهود افترقوا 71 فرقة، النصارى افترقوا 72 فرقة، المسلمين اللي هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال راح يفترقوا 73 فرقة كلها تروح للنار غير فرقة واحدة. الحمد لله ربي كرمنا بالصحابة، سألوه قالوا له: يا رسول الله منهم هذه الفرقة اللي تسلك شكونها؟ والباقي كلهم 72 الأخرى تروح للنار. شوف يا أخي اسمع. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى السنة والجماعة. قال لما قال له كلهم يروحوا في النار إلا واحدة من الصحابي ذا، قال له: شكون الوحدة هذه اللي تسلك ما تروحش للنار والباقي كل شيء يروح للنار؟ لذلك العلماء جزاهم الله خير مثل ابن تيمية كتب كتاب وسماه الفرقة الناجية. الفرقة هذه اللي تسلك والباقي كله في النار. كي داير الفرقة؟ قال لهم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الشيء اللي راني نخدمه أنايا ويخدمه أصحابي، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لما قال السنة والجماعة، وش من الجماعة؟ باش نفهم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لما قال ما أنا عليه وأصحابي وقال أن السنة والجماعة، السنة هي ما أنا عليه، الجماعة هي أصحابي. باش ما يصير واحد يروح لنا بعيد يقول لك الجماعة شكون الجماعة؟ جماعة الجماعة هذا ولا جماعة الجماعة هذا، ولا جماعة نتاع هذا ولا جماعة هذا؟ تقولوا لا، لا جماعة هذه ولا الجماعة الأخرى. المقصود بالجماعة جماعة الصحابة الكرام الذين كان الوحي بين أظهرهم ينزل، وهم الذين نقلوا إلينا العلم متواترا. شفت كيف؟ السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل دياله، والجماعة يعني جماعة الصحابة. يعني هذه الفرقة اللي تسلك تكون الخدمة نتاعها موافقة لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لخدمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال: إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذا جاء الحديث عن الرسول على عيني ورأسي نختم به، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. أما إذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. إذا جاء على الرسول قالوا الرسول على عيني ورأسي الحديث، داروا الصحابة على عيني ورأسي، داروا ناس واحد آخرين ما يهمنيش فيهم الناس هذو شكونهم، ماكش مسؤول عليهم. لذلك نحن ما علينا إلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، من غيرهم ما فيش. هذه هي الطائفة الوحيدة اللي تنجو. ولذلك سماها العلماء الفرقة الناجية، الفرقة اللي تسلك، اللي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابة كما داروا الدين. أما اللي قال لك الأخ الشيعة، هؤلاء الشيعة خصنا نعرفهم مش كلمة